اهلا بيك النهارده في فايرل. بص يا صديقي، النهارده اعلمك ازاي قدرت اوصل لاول عميل. خش اشترك في القناه واعمل لايك وتابع معايا الفيديو النهارده عشان اعلمك ازاي تقدر انت كمان توصل لاول عميل. بص يا صديقي، لو انت مستصعب اول عميل فهي فعلا صعبه وسهله في نفس الوقت. طيب انا هقول لك ازاي. طيب بص، خلينا نقسمها لجزئيتين، الصعب والسهل عشان ما تتوهش مني. خلينا نبدا الاول بالسهل. السهل فعلا انك بكل بساطه هتنزل في الشارع عندك او في اي منطقه، هتنزل تقابل عميل بنفسك، لان اي عميل عموما انت اللي بتروح له بنفسك، مش العميل هو اللي هيجي لك. ونصيحه مني، اوعى 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 تستنى ان العميل هو اللي يجي لك، لا، انت دايما روح للعميل. السهل انك هتنزل الشارع زي ما انا قلت لك، هتروح للعميل هتقدم عليه شغلك. العميل ده هتروح لفين؟ سواء مثلا مطاعم او كافيه او محل عصير وهكذا. في حاجات كتير انت تقدر اصلا تقدم عليها شغلك. الطريقة التانية برضو السهلة، لو انت مش عايز تنزل تقابل الناس بنفسك، مع ان انا بفضل طبعا انك تقابل الناس بنفسك عشان دي هتفيدك في شخصيتك انت قدام. الطريقة التانية انك هتنزل بوست على الفيسبوك او اي منصة تانية هتعرض عليها شغلك. فبكل بساطة هتخش في الحاجة التانية، ايه هي؟ الصعب انك فعلا مش هتلاقي عميل بسهولة، لانك هتقابل طبقات كتير. هتقابل الغني، هتقابل الفقير، هتقابل المتفاهم، وهتقابل الغبي. هتقابل طبقات كتيرة جدا في مجالك ده او في اي مجال عموما. طبيعي اي بروجكت او اي مشروع انت لسه بتبنيه او عموما هتقابل فيه كل الطبقات، فما تقلقش، دي حاجه طبيعيه جدا انك هتقابلها. فما تتضايقش لو مش اي حد وافق على شغلك بسهوله. عايز اقول لك حاجه، انا في مره كنت نازل برضو اقدم شغلي على محل مطعم فراخ. الراجل صاحب المطعم ده، عايز اقول لك اللي هو كان غبي بطريقه، يعني الله يسامحه، ضيعت وقتي معاه. كنت دخلت عليه، عرضت عليه شغلي، فهمته الشغل عباره عن ايه. فهو كان بيقول لي انا عندي صفحات وكانت شغاله والشركه كانت ماسكاها وقعد يتكلم معايا. قلت له تمام ماشي، ممكن توريني الصفحات؟ قال لي ماشي. فتح لي صفحه الفيسبوك، جيت اشوفها، الصفحه بتاعته ضايعه. الصفحه بتاعته حرفيا ضايعه. عارف الناس اللي هو تقعد لك كده تصور نفسها؟ يعني عايز اقول لك انا لقيت صوره ليه قاعد عامل كده اهو، تمام، وباصص للشوايه وكاتب فراخنا الاصيله، ولا مش فاكر، حد كاتب جمله كده غريبه. فانا دخلت وقلت له ايه ده، هي دي الصفحه بتاعتك؟ قال لي اه. قلت له انت ازاي تشير بوستات كده ليك او تشير اي حاجه؟ وكان مش مشير بس بوستات لنفسه هو او صور ليه هو، اي بوست كان بلاقيه بيعجبه كان بيشيره على صفحه المحل بتاعه. فبقول له ازاي؟ بيقول لي عادي والصفحه ومش مشكله، وقعد يقول كلام ما يخشش في دماغ اي حد. فقلت له تمام، عندك صفحات تانية؟ قال لي ايوه، ده انا عندي صفحتين. قلت له ماشي، ممكن توريني الصفحه التانية؟ تخيل، تخيل كده قال لي ايه او وراني ايه؟ فكر كده، وراني الماسنجر. انا ما عرفتش اعمل ايه، يعني عمال اشرح له بقى. يعني دي الصراحه قعدت فيها وقت كتير عشان افهمه ان الفيسبوك والماسنجر هما الاتنين واحد. بيقول لي لا والله، ده انا عندي ماسنجر وعندي فيسبوك، عندي صفحتين. اليوم ده صدقني فعلا انا تعبت معاه جدا عقبال لما فهمته، وفي الاخر تعب راح على الفاضي، لانه هو فعلا ما كانش عارف يعني ايه اصلا سوشيال ميديا وما كانش متفهم اصلا في المجال. فدي غلطة انا غلطتها في الاول. فنصيحة مني، لو لقيت حد برضه بيتعامل بالطريقة دي حاول تفهمه. ممكن يعني في مثلا 50% الطريقة تيجي معاه ويكون هو اصلا متفاهم ويفهم الموضوع ويفهم شغلك عبارة عن ايه، وتبدأوا تشتغلوا مع بعض. و50% التانية انت ممكن تترفض. فخليك طبيعي ان انت في 50% ريسك، 50% تتوافق وريسك 50% ما توافقش. انت في الحالتين مش خسران. فاعمل الريسك بحيث ان انت ممكن اصلا 50% تيجي من حظك اللي انت اصلا يبقى عميل معاك وتبدأ شغل معاك. فالذكاء هنا انك هتعرف تتعامل مع طبقات كتير. عشان كده قلت لك في اول الفيديو انك افضل حاجة انا عن نفسي بفضلها وبحبها انك تنزل تتعامل مع الناس عموما، لان انت هتاخد فكرة عن الطبقات وهتعرف الطبقة دي بتتعامل معاها ازاي، هتتكلم معاها باسلوب ازاي، الطبقة دي هتتعامل معاها ازاي، الطبقة دي هتتعامل معاها ازاي. زي ما انا قلت لك في كذا طبقة انت هتتعامل معاها. فيفضل زي ما انا قلت لك في الاول، او الطريقة اللي انا بحبها، اني انزل اتعامل مع الاشخاص ذات نفسهم. بعد ما نزلت عرضت شغلك على كذا عميل، انا واثق 100% 100% يا جدع، مليون في المية اللي انت هتجيب عميل حتى واحد. مش هقول لك كذا عميل، انا متأكد مليون في المية اللي انت هتجيب عميل واحد. بس ما تروحش لمحل واحد او محلين وتقول لي انا اترفضت فلا خلاص مش هدور. لا، دور كتير. معلش، انت لو عندك شارع كبير شوف في كام محل، هتلاقي اللي فاتح محل عصير، هتلاقي اللي فاتح مطعم، هتلاقي اللي فاتح سوبر ماركت، هتلاقي مجالات كتير انت هتخشها. صدقني اكيد 100% انت لازم تجيب عميل واحد، وانا واثق
100% زي ما انا قلت لك اللي انت هتطلع اليوم ده حتى لو بعميل واحد. خلينا متفقين ان اول عميل ليك ده اهم عميل بالنسبه لك. فعشان كده نصيحة مني في الأول لما تيجي تعرض شغلك ويجي لك أول عميل ما تعليش سعرك. ليه؟ لأن أنت أصلا عايز تبني شغل ليك. أنت عايز تبني شغل ليك، يكون عندك شغل أصلا لما تيجي تروح لعميل تاني تعرف تعرضه، وعلشان برضو تبدأ تبني اسمك في المجال، وده هيفيدك جدا 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 قدامك في الشغل. ما تخليش الفلوس مركز أساسي في تفكيرك. ماشي، انا عارف اللي انت نازل وعارف اللي انت تعبت في التعليم، تتعلم المهارة دي وتتعلم المهارة دي، فانت تعبت، فانت عايز عائد على الشيء ده، انا معاك. بس انت لو خليت تركيزك كله في الفلوس، صدقني تركيزك مش هيبقى في الشغل قد ما هيكون في الفلوس. فالفلوس لو تركيزك فيها انت هتخسر شغلك، هتخسر فلوسك. فخلي تركيزك في الشغل اكتر، ازاي تطور اكتر، ازاي تجيب عملاء اكتر. الفلوس هي اللي ساعتها هتجري وراك، مش انت اللي هتجري ورا الفلوس. جبت اول عميل، اشتغلتوا مع بعض، هتعمل حاجه بسيطه جدا. انت زي ما انا قلت لك في الاول، السعر بتاعك ما تعلاش بيه. لما تبداوا تشتغلوا مع بعض وتطور من شغلك واحده واحده، والعميل خلاص اعتمد عليك، بالتالي بكل سهوله انت بعد كده هتقدر تزود في سعرك. وما تزودش في سعرك اللي هو مره واحده تنط نطه عاليه، لا، نط نطه بسيطه. مثلا زود 500، زود 1000، زود ماكسيمم 1000 ونص في الاول. وزي ما انا قلت لك، واحدة واحدة هتبدأ تعلى بسعرك، لأن أنت أصلا في الفترة دي كمان بتطور من شغلك. فالعميل صدقني نهائي عمره 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 ما هيرفض إن هو يزود لك فلوس، طالما شايف إن في عايد جاي عليه، في تطور في الشغل، في عملاء داخلة عليه، في عايد ليه زي ما في عايد ليك، فمش هيبخل عليك وهيديك الفلوس بس. وده كان فيديو النهاردة علمتك فيه ازاي تقدر تجيب اول عميل. ما تنساش تتابعني عشان في فيديوهات تانية كتير هنزلها هتفيدك قدام، ازاي تبدأ تطور من شغلك، واعلمك ازاي تبدأ من الصفر خطوة بخطوة، وهتشوف بنفسك ازاي تبدأ خطوة بخطوة من الصفر وتخش في المجال وتبدأ تعمل منه فعلا فلوس. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، صدقني مع فايرال هوصلك للي انت عايزه في الشغل او البروجكت اللي انت شغال فيه. هتابع معاك خطوة بخطوة وبداية من الصفر. سلام.